السلام عليكم. بما أن رمضان على الأبواب، باقي أسبوع تقريبا. كل عام وأنتم بألف خير ومبارك عليكم شهر. جاب لكم مجموعة عطور من فئة الديزاينر، أحسها جدا مناسبة لرمضان وأجواء رمضان، إن كان في الصباح أو المساء حسب الرغبة، وعلى بركة الله. وأول عطر اللي هو جوجي جلتي نسخة الإليكسير، آخر عطور جوجي جلتي طبعا الرسمية. في عطر جديد نزل اللي هو لاف اديشن، بس ليميتد اديشن. هذا العطر بأمانة ثبات ورائحة جدا جميلة. 60 ملي يخلص بسرعة، خصوصا شوف أنا عندي اثنين، هذا تقريبا قريب يخلص، وأخذت واحد ثاني وهذا قريبا النص تقريبا. عطر سهل للتداء، يجيب لك إطراءات، فوحان، ثبات، الأورنج بلوسم بطريقة جدا جدا جميلة. في كثير من عطارين من بينهم الأخ العزيز بو صالح، من العطور جدا جميلة بالنسبة له. مثل ما أخبرتكم العطر أنا بالنسبة لي جدا جميل، ومن أجمل عطور جوتشي قلتي الإكسير، مناسب جدا لأجواء رمضان. والعطر الثاني لهوم ايديل نسخة ايدي بيرفان من جيرلان. العطر هذا جدا جميل وسهل الارتداء، مناسب لأجواء رمضان خصوصا المسائية، إن كانت نسخة الايدي بيرفام أو الايدي تواليت، ونفس الشيء الإكستريم والبارفام، كلهم جميلين وكلهم مناسبين لأجواء رمضان. عطر جميل، هادي، فخم، بنفس الوقت راقي، وجودته جدا جدا ممتازة. من جون بول سكاندال بارفام. العطر هذا جدا جميل، سهل الارتداء، ريحته جدا جميلة ومميزة وفخمة، مناسبة للمساء، يعني للأمسيات الليلية في رمضان. عطر جميل ويجيب لك الإطراءات، صراحة عطر رائحته جميلة ومميزة بنفس الوقت. وآخر عطور جون بول اللي هو لاميل الإكسير الأبسولو. هذه النسخة بأمانة جدا عجبتني، حسيتها سهلة الارتداء أكثر من النسخة القديمة اللي هي الإكسير. هذا إضافوا عليها النوتة الفروتية اللي هي بلام، حطتها طابع جدا جميل، خلت العطر متقبل أكثر، مش حاد. وشالوا منها طبعا نوتة العسل، فصار العطر متقبل أكثر مثل ما أخبرتكم. يصلح إنه يكون صيفي نوعا ما في الفترة المسائية في الأماكن المكيفة، وأيضا في أجواء رمضان راح يكون العطر جدا جدا مناسب. ثباته وفوحانه بصراحة مش يعني ما عليه أي كلام، العطر جدا جميل وثابت وفواح، وله انتشار جدا قوي. وعطر مرسيدس ذا كلاب نسخة البلاك. هذا العطر تقريبا مقطوع من الأسواق، بس ممكن تحصله خذ هذا العطر. العطر هذا جدا جميل وسعره جدا مناسب لما كان يعني موجود. رائحة الفانيلا بطريقة هادية راقية فخمة، مش مزعج أبدا، ومناسب لأجواء رمضان. بصراحة من أجمل عطور مرسيدس. وعطر برادا لهم نسخة الانتنس. العطر هذا جدا جميل، ثابت فواح، رائحته نظافة، مميزة جميلة ثابتة. تقدر تستخدمه في الصباح أو المساء، جدا جميل، إن كان في وقت الصلاة، إن كان في المسجد، إن كان في تجمع أسري مع الأصدقاء. بصراحة عطر جميل جدا جدا جدا. برادا لهم نسخة الانتنس، أنا أشوفها أجمل من الإيدي تواليت، بس أيضا نسخة الإيدي تواليت جميلة. وأيضا عطر 212 كارين هيريرا نسخة البلاك. هذا العطر جدا جميل بصراحة. قليل من صناع المحتوى أو مراجعين العطور يتكلم عن العطر، أشوفه من العطور الجميلة والمظلومة. جدا جميل، رائحة اللافندر مع الفانيلا، عطر راقي فخم، مثل ما قلت لكم يناسب الأجواء الرمضانية بطريقة فخمة. 212 في اي بي. وآخر عطر عندنا كارتير باشا. هذا العطر من أجمل عطور الديزاينر اللي أحبها وأعشقها طبعا عالميا، مش أنا بس، يعني رأيي شخصي. هذه نسخة البرفان. عطر إذا تحب العنبر، هذا العطر أفخم أنواع العنبر في عطور الديزاينر في زجاجة. بأمانة العطر جدا جدا جميل، فوحان جدا فخم، ثباته، رائحة جدا جميلة، مناسب للأمسيات الرمضانية الليلية. عطر جدا جميل. في عطور كثيرة، بس حبيت يعني أتكلم عن العطور اللي حسيت إن ما كثير ناس تكلموا عنها، وراح تشوفوا أكيد مقاطع كثيرة من زملائي صناع المحتوى العطور، وتستفيدوا منها أو تاخذوا رأيكم
بالعطور أو الاختيارات منهم. خبرونا وش العطور اللي انتو تحسوها مناسبة لرمضان وراح تستخدموها في شهر رمضان المبارك، وكل عام وانتم بألف خير.